قبل 6 أيام. واش الخوت بخير؟ نقولوا مبروك واخيرا نقولوا مبروك العبيد ديال النظام اللي منهك راهم بانوا. نسمعوا شنو يقولوا عاوتاني في الفيديو. مروك هذا ماهيش محروقة. ويقول يعني يحذر في الرأي العام ويؤكد التحذير للمؤامرة. يقول شوفوا الحرائق في منطقة القبائل اللي تقف وراءها المصالح الجزائرية. الدولة الجزائرية تحرك في منطقة القبائل قبل 6 أيام، يعني قبل ما تشعل النار أصلا. يعني مازال هذو يا إما عندهم علم الغيب أنه راح تشعل النار، يا إما محضرينها. حاجة بين زوج، يا إما يعلمون علم الغيب، والحمد لله احنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فقط الذي يعلم علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أو محضرين للمؤامرة، لأنه يتكلم عليها 6 أيام يقول باللي راح تشعل النار. أنا تكلمت لكم قبل 2 تقريبا، قلت لكم راح تشعل النار في شهر جوان، والناس قالت مزدير. قلت لكم بناء على معلومات من داخل النظام المغربي وصلتني من عند عملاء. أنا نتعاون مع بعض المغاربة اللي يعطوني معلومات، بعض يعني نسميهم الشرفاء داخل المخابرات المغربية اللي مش عاجبهم الوضع، يعطوني معلومات ويعطوني مثل ما شفتوا. كنت ننشر صور وفيديوهات على بعض الضباط وكنت نفضح فيهم. كاين عملاء كانوا يعطوني معلومات، يقول لي يا بن زديرة حذر الجزائريين، راه فيه مؤامرة لحرق الغابات، وفيه مؤامرة لاختطاف الأطفال، وفيه مؤامرة لتسميم المياه. هذا المخطط المغربي منذ 2020 وانا نحذر نقول لكم راه عندي معلومات من داخل النظام المغربي، من داخل المخابرات المغربية، معلومات من عناصر في الأمن المغربي، راهم يقولوا لي يا بن سديرة حذر الجزائريين من هذه المؤامرة الثلاثية: حرق الغابات، واختطاف الأطفال، وتسميم المياه. وبالفعل أنا حذرتكم نظن في أفريل أو مارس تقريبا، وقلت لكم خلال الأسابيع والأشهر القادمة حتشعل النار، وشعلت. وبالفعل داروها، والتحقيقات أثبتت أنه فيه عملاء وخونات يتعاملون مع المغرب وراهم في السجن. الآن ها جماعة الماك، هذا إبراهيم بالعباس اللي هو المدعو إكسل يتنبأ بالحرائق 6 أيام قبل، يقول لهم باللي هاو شنو. يعني هو ما يقولش راح تشعل النار، لا، هو يقول معنى ترى شعلت، ويتهم الامن الجزائري، يقول شوفوا الامن كيفاش راهم يحرقوا كذا وكذا، ويجيب فيديوهات قديمه وهي مازال النار ما شعلتش، مازال ما شفناهاش اصلا، ما سمعناهاش. الناس تعوم في البحر والدنيا هانيه. بعدها بايام 4 ايام 5 ايام تشعل النار.